كفتة داوود باشا أو كور اللحمة مع صوص الطماطم على طريقتي الخاصة والمميزة. تعالوا أقول لكم عملتها إزاي. استخدمت كيلو من اللحمة المفروم وعليهم بصل مفروم وملح وفلفل أسود وتوابل لحمة أو بهارات مشكلة أو ال7 بهارات. عملت كل ده ميكس كويس جدا مع بعض. بعد كده شكلت الكمية كلها كور. خلوها الحجم المتوسط ده، مش صغيرة ومش كبيرة، عشان برضو تستوي من جوا كويس. بعد كده في صينية أو في طاسة على النار فيها معلقة كبيرة من السمنة، وابتديت إن أنا أشوح كل كور اللحمة دي. قلبوها كده شوية واحدة واحدة عشان بس الكور ما تتفكش معاكم، وحاولوا ان انتوا تخلوها تاخد اللون الحلو ده من كل النواحي. هي بالظبط 5 دقايق وهتتماسك من كل ناحية، وتبدأوا ان انتوا تقلبوا فيها براحتكم خالص. وممكن بعد ما تشكلوها كمان تخلوها في التلاجة شوية بس ترتاح نص ساعة عشان تكون متماسكة اكتر وتثقوا ان هي مش هتفك معاكم. وبعد ما خدت اللون الحلو ده خرجت كل الكور دي بره، واستخدمت نفس الصينية او نفس الطاسة في بقية الوصفة. شوحت في نفس السمنة كده مكان اللحمة 3 4 فصوص توم مفرومين فريش. وهنا بقى عايزة أقول لكم إن الروايح كانت حقيقي تجنن. فضلت أقلب كده في التوم لغاية لما يتشوح ويدبل ويبقى لونه ذهبي. أنا عايزة أخرج كل الروايح من التوم علشان أول ما أحط فيها صوص الطماطم ياخد الطعم على طول. دي طماطم مضروبة في الخلاط بشوية مية قليلين جدا، وعليهم معلقتين صلصة طماطم عشان بس تدي لون حلو. قلبت الصوص ده مع التوم كويس علشان كله ياخد من الطعم كده، وضفت شوية قليلين خالص من التوابل. ما ننساش ان احنا حاطين في اللحمة ملح وفلفل، فنحاول ان احنا نحطه قليل. قلبتهم كويس وخليتهم بقى على نار هادية لغاية لما ياخد بس غلوتين. بعد كده ضفت عليهم كور اللحمة. وهنا بقى مش هنغطيهم خالص، لا احنا هنسيبهم على نار بين الهادية والمتوسطة لغاية لما كل كور اللحمة دي تتشرب من الصوص. احنا مش عايزين بس الطعم يكون خارجي، عايزين كمان كور اللحمة نفسها تكون طعمها حلو. وهتلاحظوا كمان ان الصوص بتاعها هيتقل وهيبقى قوامه حلو قوي. بالظبط خدت ربع ساعة وكانت جاهزة بالشكل ده. قدموها مع رز ابيض او رز بالشعرية زي ما تحبوا. متنسوش تجربوها بطريقتي وانجوي.